وبيبدا الفيلم بصاحب شركه بورنت الهنديه بيجمع كل موظفينه. هو بيقول لهم انا جمعتكم علشان اسالكم سؤال واحد، مين فيكم يعرف سندر؟ كلهم بيرفعوا ايديهم. بيقول لها ايوه انت عسل، تعرفي عنه ايه؟ بتقول له عايش في امريكا وبينزل كل فتره الهند يخلص كام حاجه معينه وبيسلم على اهله وبيمشي تاني. التاني بيقول له بياخد 1.5 مليون دولار في الشهر الواحد ومن اذكى رجال الاعمال في العالم. قول لهم كل المعلومات دي صح، ده مش بني ادم، ده عباره عن سلاح فتك ذهنيا بيخش اي بلد يقفل له شركتين ثلاثه وبيرجع تاني على امريكا. طيب واحنا دلوقتي افضل شركه حاليا في الهند، احتمال كبير قوي يجي هنا ونكون احنا هدفه، مش عايزين اي غلطه ولا اي ثغره يخش منها، يلا عايزين شغل من النار. وها هو الاسد المغوار الجاحد الجبار سندر بينزل من الطياره الخاصه بتاعته وحواليه حراسه خاصه من كل اتجاه. بيخرج بره بيلاقي الصحافه والاعلام مستنيين، كلهم بيسالوه سؤال واحد، ناوي تقفل اي شركه في الهند يا فندم؟ واصحاب الشركات كلهم واقفين على اعصابهم. بيقول لهم انا بصراحه مش جاي اقفل اي شركات، انتوا ناسيين ان النهارده في انتخابات، انا هدي صوتي لرئيس الوزراء وهرجع تاني على امريكا. اصحاب الشركات بيطمنوا وفعلا يا صديقي سندر بياخد العربيات بتاعته، صاحبنا بينزل وبيخش المدرسه بيخش ينتخب الشخص اللي هو عايزه، وهوب الموظف ده بيخرج للصحافه والاعلام اللي بيكونوا مركزين معاه. هو بيقول لهم بتصوروا مين؟ ده غشاش جاي ينتخب تاني وهو انتخب قبل كده. اولاد الهرمه بياخدوا الكلمه بيعملوا عليها فيل، سندر غشاش وعايز ينتخب مره واتنين، هو بيشجع الشعب يخربوا الانتخابات، اما مواطن واحد ينتخب مره واتنين خلاص الانتخابات باظت، ما بقتش انتخابات نزاهه، لازم سندر وامثاله الغشاشين ياخدوا العقاب اللي يستحقوه. سندر بيخرج بره والصحافه والاعلام ولا بيرحموه، بيقول لرجالته اتصلوا بالسفاره تشوف الغلطه دي جت منين. كل واحد من رجالته بيتصل بمسؤول شكل، ما حدش من السفاره بيرد عليهم. واحد من رجالته بيقول له يا فندم ما حدش بيرد، بيقول لهم اتصلوا بحد واثنين وثلاثه، اتصلوا بالاسبوع كله، بيقولوا اتصلنا ب8 اشخاص مختلفين يا فندم ولكن ما فيش اي حد فيهم براد. بيقول الله الله حلو قوي. هو بيفضل واقف في منتهى الصدمه، بيخرجوه بالعافيه من الصحافه والاعلام، بيركب عربيته ونيلا بتقول له انت كويس تحب اجي معاك؟ بيقول لها يا ريت. بتركب معاه، هو بيتصل بالمساعد بتاعه جاء، بيقول له ما تقلقش يا فندم حالا هيكون المحامي معاك على الخط. المحامي بيقول له ازيك يا فندم انا عرفت كل اللي حصل، بكره الجلسه بتاعتك في المحكمه، انا هستناك هناك وان شاء الله محلوله. بيقفل معاه وبيتصل تاني بمار، بيقول له بعت لي قانون الانتخابات الهندي كله دلوقتي. بيقول له امرك يا فندم. على بالليل ماني بيكون قاعد مع رجالته وقدامه ال3 شنط دول، بيقول لهم هاتوا له اول شنطه، بيحطوا اول شنطه قدامه، بيفتحها بيلاقي فيها اوراق ومستندات توديه في 60,000 داهيه. بيقول لرجالته الله الله المعلومات دي لو اتسربت قبل الانتخابات هخسر الانتخابات وهتسجن بسبب ابن الهرمه ده. بيروح على الشنطه الكبيره بيلاقي فيها كومار الصحفي اللي جمع الادله والمعلومات دي كلها، يجيب الصنم ده وبينزل دق فيه ولا كانه بيدق في شويه توم. اخوه بيقول له دقه بس ما تموتوش يا اخوي. في الوقت ده سندر بياخد نيله وبيروح على بيت العيله، بيسلم على امه وعيال اخواته الصغيرين، هو بيطلع يقعد في اوضته بيبدا يذاكر ويحفظ في قانون الانتخابات، وتاني يوم نتيجه الانتخابات بتكون محسومه قبل ما تظهر اصلا لصالح مين؟ ماني ابن الهرمه، هو اللي هيبقى رئيس الوزراء لانه اعلى نسبه تصويت بفارق كبير قوي عن منافسه. المهم سندر بيروح الجلسه في المحكمه، بيقعد مساعد القاضي بيقول له استاذ سندر انا مستغرب لانك جيت المحكمه، احنا فرزنا اوراق الانتخابات ورقه ورقه واكتشفنا انك بريء من التهمه، الظاهر ان في حد تاني انتخب باسمك. بيقول له حلو قوي، ازاي شخص معروف زيي حد يسرق اسمه وينتخب بيه؟ طب اللي قاعد على المكتب ده ما خدش منه البطاقه، باسبور سفر، اي اثبات رسمي؟ مش ده اللي مزعلنا يا فندم، اللي مزعلني ان ما انتخبتش واديت صوتي للشخص اللي يستحقه. بيقول له مع احترامي ليك يعني تصويتك هو اللي كان هيفرق ولا كان هيتحسب ب100,000 صوت مثلا؟ بيقول له ما بتتحسبش كده يا فندم، الديمقراطيه كسبت الحكم العسكري في فرنسا بفارق تصويت واحد، هتلر بقى زعيم الحزب النازي بفارق صوت واحد، في بنجابيا حصل انقلاب بفارق صوت واحد، تقول لي صوتك مش مهم؟ بيقول له حصل خير يا ابني والانتخابات خلاص خلصت، الانتخابات الجايه اوعدك مش هيتكرر الغلط ده تاني، وبقى المره الجايه انتخب اللي انت عايزه. بيقول له لا ما انا مش هستنى 5 سنين علشان انتخب اللي انا عايزه، في ماده 49 قانون الانتخابات بيقول يحق لاي مواطن هندي اتسرق تصويته يعترض ونتيجه الانتخابات تصبر لحد ما هو ينزل ينتخب بنفسه. القاضي بيقول للمساعد بتاعه هي الفقره دي موجوده؟ بيقول له اكيد يا فندم. بيقول له والله انا اول مره اعرف. سندر بيقول له انا لحد امبارح ما كنتش اعرف بس اديني عرفت، ومن حق الشعب الهندي كله يعرف علشان كل اللي اتسرق صوته يعترض ويعمل قضيه وينتخب الشخص اللي هو عايزه حتى لو كانت الانتخابات خلصت. وفعلا القاضي بيقول بعد المداوله حكمت المحكمه حضوريا ببراءه الاستاذ الكبير سندر وشرح ومناقشه ماده 49 مع الصحافه والاعلام علشان الناس تعرف ان اصواتهم بتتسرق واللي عنده اعتراض يعترض وينتخب الشخص اللي هو عايزه. محامي سندر بيقول له الف مبروك يا فندم والحمد لله انك مش محامي. بيضحك وبيخرج بره وهو في الطريق بيمسك اللاسلكي وبيقول داني وقف الموكب، بيوقف وبينزل من العربيه بيروح على العزومه والنائب بيقول انا حابب اشكر كل المشاهير والناس المهمين والمسؤولين اللي حضروا وقبلوا دعوتي، وترحيب خاص بمدير شركه جي ال الامريكيه الاستاذ سندر، ومال اللي حضر بدل اخوه المرشح لمنصب رئيس الوزراء استاذ ماني واللي مؤكد بشكل رسمي ان هو اللي هيكسب الانتخابات كمان المره دي. مالا بيقول له كلها شكليات مش حمل حكايات اخويا، حتى قعدتنا والكلام الحلو ده كله مجاملات، احنا متجمعين هنا علشان الفلوس. سندر بيقول له لو سمحت انت فاهم
غلط، احنا متجمعين كلنا هنا لاننا مؤثرين، وتجمعتنا دي بالتحديد علشان نلاقي حلول للشعب. يبقى احنا اللي مجمعنا هنا الشعب. الكل بيسقف له، بيقول له سمعت، الكل سقف الا انت. يبقى الكل جاي علشان مصلحه الشعب، الا انت جيت هنا علشان اللي كنت بتمدح فيها الفلوس. بيقول له لا، يبقى انت ما فهمتش قصدي. بيقول له انا مش مهم افهم، المهم انت فاهم. بيقول له انا اخويا وحزبي كله هنيجي شكه فيك يا سيدي الفاهمين، ده انت ما فيش قناه على التلفزيون كله ما بتتكلمش عنا، حتى قنوات الافلام بتتكلم عنا وعن الماده 49 اللي انت اخترعتها لنا دي. انت هتروح تنتخب، خلي بالك المره دي تزور او تقع في نفس الغلط. بلاش تدينا صوتك لاننا مش محتاجينه اصلا، احنا عندنا اللي مكفينا، وبلاش تنكش فينا. وبالنسبه للكرسي محدش هيعرف يشيل اخويا من عليه، وبيسيبه ويمشي غلبان، ما يعرفش ان صندر مخه تعبان. وفعلا صديقي في بيت ماني بيحتفلوا قبل الاوان، والعيله كلها متجمعه بيباركوا له. بيروح مؤتمر للصحافه والاعلام، واول واحد بيقول له انت اتهمت بانك غشيت في الانتخابات، كنت عايز تدي صوتك مره واثنين وثلاثه. بيقول له انا مفيش حد ما يعرفنيش في الهند كلها، اكيد حد محترف حاول يقلدني وادى صوته في الانتخابات باسمي، وده وارد مش مزعلني. التاني بيقول له طيب انت جمعت ماده 49 في قانون الانتخابات علشان تنتخب تاني رغم ان الانتخابات خلصت خلاص، تفتكر ان تصويتك هيغير النتيجه؟ صحفي بيقول له لا، هو عمل ده كله علشان يستفز الناس اللي اتسرقت اصواتهم علشان يعترضوا ويعملوا قواضي وينزلوا ينتخبوا بنفسهم. صندر بيقول لهم سقفوا له، عاش عليك يالا، ده اللي انا عايزه يحصل. انا زي اي مواطن شاطر بيدور على حقه. انا كمواطن مثلا اتسرق اسمي وشخص تاني خالص معرفش مين زقه انتخب باسمي، وانتخب شخص انا مش عايز انتخبه او شايف انه مش هيفيدني انا كمواطن، انا اتكلمت وخدت حقي وهدي صوتي للمرشح اللي يعجبني. بس نص شعب الهند اغبياء، كلهم بيقفوا له بيقول لهم خلاص. نص شعب الهند اذكياء بيهدوا خالص، بيقول لهم الجملتين نفس المعنى، ولكن لما ذكرت الغباء كلكم زعلتوا، واما ذكرت الذكاء كلكم هديتوا وفرحتوا، وهو ده اللي حاصل معاكم. بيسرقوا اصواتكم ويتحكموا فيكم واكلين حقوقكم من غير ما انتوا تحسوا، وانتوا ساكتين ومش فارق معاكم. الدنيا بتتقلب، وناس كتير ما بتكونش بتروح الانتخابات، بيروحوا يكشفوا على اسمائهم حد سرقها وانتخب بيها ولا لا. ناس كتير بتلاقي اسمائها مسروقه وبيرفعوا شكاوى علشان ينتخبوا تاني. المذيعه دي بتقول قبل اعلان نتيجه الانتخابات اللي كان اكيد هيكسبها ماني، في اكتر من 330 مواطن كشفوا على اسمائهم ولقوها مسروقه على حساب ماني، رفعوا شكاوى عايزين يطبقوا ماده 49 وينتخبوا بانفسهم تاني. طبعا ماني بيكون في منتهى الصدمه، وتاني يوم مالا بيقابل صندر هو بيكون في منتهى الغضب منه. صندر بيخش للشباب دول، واحد منهم بيقول له احنا مكتسحين يا فندم، في اكتر من 360 الف شخص عاملين قواضي لان اصواتهم مسروقه، وكل دقيقتين العدد ده بيزيد. بيقول لهم حلو قوي، اهم حاجه محدش يعرف خطتنا. بالوقت ده مالا بيروح مصنع الحديد ده، هو بيقول لصاحبه بص يا عمها، طبعا انت متابع الاخبار وعارف الواد اللي اسمه صندر ده بيرازي فينا قد ايه، عايزك تخلص عليه. بيقول له قتله مش حل، انا هقطعه واسيب دماغه سليمه علشان يبقى عبره لاي حد يفكر يجي على سكتكم. وفعلا تاني يوم صندر بيكون ماشي بعربيته، بيحس ان في نوش حواليه، وهوب بيلاقي الشارع اتسد عليه. بيجي يرجع بيلاقي برضه الناحيه التانيه اتسد، بينزل من العربيه يفتح الطريق، بيلاقي اولاد الهرمه محوطينه من كل اتجاه. بيقول لهم ثانيه واحده، ان كانوا باعتينكم وقالوا لكم خوفوني وروحوا قولوا لهم ان انا خلاص خايف ومرعوب. بيقولوا لا يا عسى، بعتونا علشان نخلص عليه ومش لوحده، انت وكل اللي معاه. بيقول له يا جدع طب فكر تقرب بس وتلمس حد فيهم. بيقول له نعم. بيقول له كمان اطرش المس حد فيهم. حماده بيخش عليه وبون خلاص هيلمس ايديه، ولكن صندر هي واحده على عينيه بيعميه. اللي بعديه جاي يتضر عليه، بينضف نفسه، في اتنين بيخشوا عليه ولا بيهتوه، خد يا حبيبي الدندوق، بينفض نفسه تاني، هم باعتينهم له جربانين ولا ايه؟ ثلاثه برضه بيخشوا عليه، هي واحده بينيمهم ما تعرفش ازاي، لا دول اربعه صديقي، ما خدتش بالي من الرابع اللي في ظهره. عم حسام بيخش عليه، هي واحده ارض جو بيحصل اللي قبليه، الواد صايع كان مخلي الواد اللي في ظهره يسند عليه، يا كداب بالراحه علينا، احنا من كدبه خلاص استوينا. انت لسه شفت كدبه صديقي؟ الواد مش طبيعي، بيخرج اللبانه دي من جيبه، بيرفع صاحبنا ده في الهواء وبيرمي اللبانه في بقه، بمجرد ما بتخش الواد بيترزع على الارض، ومن بعدها عينيك ما تشوف الا الشلط في المكان. بينزل فيهم طاقت بكل غباء، هو بيشيل صاحبنا ده وبيعملها معاه، برضه بينفض ايديه، ابقوا هاتوا له ناس نظيفه بقى. المهم الرجاله بيعرفوا انه كداب كبير، واللي كان فاكر نفسه شرس فيهم بيطير، بياخدها طيران وراهم، بيسحب صاحبنا ده وهو طاير، بيسلم عليه قبل ما ينزل على الارض، بيخلص عليهم وبياخد بعضه ويمشي. نيلا بتقول له انت اتعلمت الكذب ده كله فين؟ انا كنت فاكراك مثقف ومتعلم ومؤدب. بيقول لها ايه علاقه العلم بالكذب؟ بتقول له خطير وكذاب في كل حاجه، يا ما نفسي افتح الثلاجه. في الوقت ده ماني ما بيكونش عارف يتصرف ازاي هو وكل حزبه. كمالة بتتصل بيه وبتقول له بكره انت هتروح تسمع نتيجه الانتخابات الساعه كام؟ بيقول لها على الساعه 10. بتقول له حلو قوي، قبلها بساعتين يعني على الساعه 8 تكون هنا قبل ما صندر يعمل اي حاجه. وفعلا تاني يوم الساعه 8 الصبح بيكون في المكان اللي فيها المرشحين كلهم هيعرفوا مين اللي كسبان، فاكرين ان الوحش النايم هيمان. صندر بيكون في المحكمه بالمحامي بتاعه اللي بيقول يا فندم احنا لازم نوقف اعلان نتيجه الانتخابات والانتخابات كلها تتعاد تاني. بيقول له انت بتهزر، انت عارف اعاده الانتخابات هتكلف البلد كام؟ صندر بيقول له ايه المشكله يا فندم؟ انتم موظفين ظباط بتاخد 10000 روبيا علشان يقبض على مواطن ممكن يسرق رغيف عيش من الفرن، ده مش وقت نحسب فيها هنكسب كام ونخسر كام. في 420000 مواطن معترضين لان اصواتهم اتسرقت
بقت لحساب شخص معين، والشخص ده كسب مرتين الانتخابات، مره بفرق 100,000 عن المنافس بتاعه ومره بفرق 230,000. يعني لو الناس دي كانت بتنزل وتدي صوتها للشخص اللي هم عايزينه اكيد اللي كان هيكسب شخص مناسب. القاضي بيقتنع، ولكن خلاص عم شكشك بيكون هيقول النتيجه، ولكن بيجي له تليفون بيقول معلش ثانيه، مره بيبدا يقلق وبيروح لعم شكشك بيقول له معلش يا فندم الكل مستني النتيجه على نار. بيقول له ثانيه واحده، بيقول له يا فندم ده مش وقت تليفونات، الكل بقول لك مستني على نار. بيقول له بعد اذنك ارتاح لحد ما اخلص. بيرجع زي الكلب مكانه، وشكشك بيقول طيب تحت امرك يا فندم، وبيقفل التليفون. بيقول له استاذ ماني مفوض الانتخابات لسه قافل معايا، والانتخابات اللي اتعملت دي اتلغت خالص. ماني وكل رجالته بيكونوا في منتهى الصدمه، وشكشك بيقول لهم الانتخابات الجديده هتبدا بعد 15 يوم. ماني بيخرج هو بيكون في منتهى الغضب، هو في الطريق بنته بتتصل بيه وبتقول له انا عرفت اللي حصل، اللي اسمه ساندر ده هو اللي لغى الانتخابات، يا ما حذرتكم منه، لو فضل موجود لحد ما تتعمل الانتخابات الجايه الانتخابات كلها هتتعمل بنزاهه، مش هتعرف تغش باي طريقه، لازم يموت النهارده قبل بكره. وفعلا يا صديقي ماني بيوزع كل رجالته على البلد كلها، وبيفضلوا يدوروا على ساندر، ما بيلاقولهوش اي اثر. امال بيقول لهم ازاي يعني مش لاقيينه؟ بيبص في شاشه كاميرات المراقبه اللي قدامه بيلاقيه قدام البيت، بينصدم. هو بيكلم بتاع الامن اللي واقف معاه، بيقول له الواد اللي انت واقف معاه ده جاي لوحده ولا مع حد؟ بيقول له لا لوحده خالص يا فندم. بيقول له طيب حلو قوي، فتشوا ودخلوا. وفعلا بيدخلوا ساندر يا صديقي. امال بيقول لرجالته احنا عندنا هنا كام راجل؟ بيقول له حوالي 40 يا ريس. بيقول له حلوين قوي، خليهم كلهم يطلعوا هنا، وانت يا ابني اتصل بالمحامي حالا. بيتصل له بالمحامي، بيقول له ايوه يا سيف ساندر جاي على هنا، هخلي الرجاله يخلصوا عليه، هتعرف تخلعنا منها؟ بيقول له طيب اديني 5 دقايق هتصل بمحامي اكبر مني هشوف ينفع ولا لا. وبيقفل معاه. هو مره واحده بيخش عليه الوحش العنيف ساندر، بيقول له ايه يا روش عرفت انك بتدور عليا، فقلت اعدي عليك يمكن عايز حاجه مني ولا حاجه، هو هتكون زعلان مني علشان عدت الانتخابات تاني، ما هي مش بالعافيه يا وحش ولا هتمشي تاني غش، خش بنزاهه واكسب وهاجي لحد عندك هنا واسقف لك، انما انتوا بتقتلوا وتسرقوا وتنهبوا وتنصبوا على الشعب وده قريب هثبته عليكم، تقريبا قاتلين اكتر من 80 بني ادم. بيقول له ولا خلي معلوماتك لنفسك، مهما طالت قصيره والكرسي لينا محدش هيعرف يقعد عليه، وده اللي هتعرفه وهثبته لك بعد 15 يوم ان عشت اصلا علشان اثبته لك. جاي تلعب وسط الحيتان يا سمكه؟ لو انت واصل احنا صورنا بنحطها على اي منتج بتضرب نار، احنا براند يالا. بيقول له انا اصلا شغال في افضل شركه في افضل دوله في العالم، عارف مشغليني ايه؟ مدمر براندات، وانت وزعيمك البراند نهايتكم هتكون على ايدي. خد الجديده بقى، انا هترشح قصاد زعيمه، مش كده وبس، هخلي الناس اللي بيحبوه يتقلبوا ضده ويحبوني انا بداله. مش مصدق صح؟ اديك قاعد واتفرج، لان انا مش مجرم، لا هقتلك ولا هقتله. وهوب واحد من الرجاله بيقول له المحامي قال ليها حل يا ريس. بيقول لهم مستنيين ايه؟ خلصوا عليه. تخلصوا على مين يا مجانين؟ ده ساندر ابن الكدابين، ارجع على. بيخشوا عليه هيجانين تعبانين ما يعرفوش انه وحش مهين، بيكسر في عظمهم بكل غباء، وبصراحه في الكدب جامد يا ولده. بيخص ابن الهرمه ده وبيكون خلاص هيقع، ولكن بيمسكوا من الكرافته، امال بيقولوا خلاص سيبه، بقول لك سيب الراجل. بيسيبه طب لتحت متكسر، بينزل ورا هو اللي بيقابله بيديله كحكه بسكر، ما بيديش فرصه لاي حد يفكر، وحماده بيخش عليه بسمكاره، بيمسك حماده بيوضره وبينزل بيه نزلتين اقدر تلع الطاير، 3 بيخشوا عليه بيضرب واحد فيهم كلهم بيطيروا، ما هو صديقي بيضرب واحد والاتنين بيكونوا هدايا. المهم ركز معايا، بيخلص على الرجاله كلهم وبيولع سيجاره. ماني بيتصل بيه بيقول له ازيك يا ابني، انا سمعت انك هتنزل الانتخابات قصادي، انت فاكرها لعبه زي اللي بتلعبها مع الشركات اللي تعرفهم؟ اسمعني كويس، دي لعبه موت، انت مش قدها يا ابني، وبما انك عيل طايش انا هوريك ازاي اللعبه دي بتتلعب. يقول له مستنيك. وفعلا تاني يوم بيروح يقدم في الانتخابات. الوقت ده مالا بيطلع في برنامج تلفزيوني، والمذيع بيقول له استاذ مالا تفتكر ان مان هيكسب المنصب المره دي من منافس عملاق زي ساندر؟ بيقول له انت بتقارن مين بمين؟ ده عيل اهطل اصلا مش فاهمه في السياسه، مره واحده عايز يمسك منصب كبير زي منصب رئيس الوزراء، مفيش وجه مقارنه يا باشا. وهوب المذيع بيقول ايوه تمام طيب ماشي يا استاذ مالا، ساندر حضر في المكان وهيدخل البرنامج. بيترعب، وفعلا ساندر بيحضر في المكان، بيقعدوا المشاهدات بتزيد بغباء. ساندر بيقول له قول لي بقى، كلم وخد راحتك، قول لي كنت بتقول ايه؟ بيقول له ما بقولش، انت بتعمل كل ده ودخلت الانتخابات واخترت تنافس اخويا بالذات علشان يصيطك. ايوه امال ايه؟ هيصيطك وتسمع اكتر ويزودوك في الشركه اللي انت شغال فيها. بيقول له يا جدع انت شايفني كده؟ طيب اسمع بقى قدام الشعب كله، انا هسيب الشغل في الشركه اللي انا شغال فيها، من النهارده انا بره الشركه ومش هسافر على امريكا تاني. المذيع بيقول له ازاي يا استاذ ساندر، انت في مكان الكل يتمنى يكون فيها. بيقول له مش انا اللي ادور على اماكن، انا مكسب لاي مكان، واكتر ناس المفروض تستفيد مني هم اهل بلدي. ايه رايك يا مالا؟ ما بيعرفش يرد. بيقول له عرفت انك حافظ كلمتين وجاي تقولهم هنا؟ بيقول له الايام بينا احنا ورانا جيش، اما انت بطوله. بيقول له الجيش ده بدا براجل واحد، راجل واحد عمل مجموعه، والمجموعه بقوا 2، ومجموعتين بقوا 4، وبالمجموعات دي اتبنى الجيش. اياك تستهون باي حد. بيقول له انا قاعد بتكلم معاك ليه والنتيجه محسومه اصلا، نصيحه مني ما تعكش كتير معانا، في المنطقه كلها عندنا بيحرقوا صورك محدش طايقك. بيقول له اسم المنطقه دي ايه؟ بيقول له ديكو. بيقول له اول منطقه هروح اعمل اجتماع معاهم واقول لك خبر هيفرحك، كلهم هينتخبوني. هو بيسيبه ويمشي، فعلا بيركب المكنه بتاعته، يفضل ماشي لحد ما بيوصل لماني في قلب
الشباب بمنطقته، وكلهم بمجرد ما بيشوفوه بطوله بيترعبوا. بيخش وبيقعد جنب ماني، بيقول له ايه اللي جابك هنا؟ عايز تبقى واحد من رجالتي؟ بيقول له لا، جيت اسالك كام سؤال وهمشي. بيفتح الورقه دي، بيقول له انت هتمسك 32 محافظه، كل مشاكلهم حاجه واحده، الفقر. هتعرف تغنيهم وتوفر لهم اللي هم عايزينه؟ ان وفرت لهم هنسحب من الانتخابات دلوقتي. بيقول له لا، انت جيت علشان مش قدي، وريني ايه اللي مكتوب في الورقه دي. يا سلام، عايز نديهم فلوس قبض شهري وارخص لهم الاكل والميه والكهرباء واعمل لهم طرق؟ انت بتحلم. بص يا ابني، انا قلت لك اللعبه دي صعبه قوي، والناس اللي انت خايف عليهم دول انا بقالي 30 سنه رئيس وزراء عليهم، لازم اجوعهم واطلع عينيهم علشان وقت الانتخابات اديهم كل واحد 5-6000 ينزل رهوان ينتخبني. بيقولوا لا، انت فاهم غلط، الناس دي مستحمله الجوع والفقر وبيقولوا بكره احسن، وبكره يجي يكون اسوأ من اليوم اللي قبله. خلاص جابوا اخرهم، استحمل بقى انت اللي هيحصل لك. بيقول له منك؟ بيقول له لا منهم. بيكون وراه مش شايفهم، هو بمجرد ما بيشوفهم بيكون في منتهى الصدمه. كلهم بصوت واحد بيقولوا ساندر ساندر يعيش ساندر ابو قلب مبندر. بيرفع ايديه بيسمعوا اكتر، وقوه صوتهم بتهز ودن ماني. بيقول له ايه يا عسى، سمعت ولا سمعك تاني؟ انتوا هتخلونا اطلع اسوأ ما فيا. سلام يا شويه حراميه. هو بيسيبهم ويمشي. ابن الهرمماني بيكلم الظابط ده، والظابط بيخش بقوته في اعوان ساندر. ساندر بيتخطف من وسطهم، هو بيدخله جوه في العربيه. اولاد الهرمه بينزلوا فيه تخبط ولا همه نفسه، همه على الناس اللي جايه معاه بره. بيبص عليهم وبيشوف الست دي بتقول للظابط احنا مش هنسيب ساندر وما حتى لو على موت. ابن الهرمه بيضربها، ساندر بيغضب وبيخرج الاسد اللي جواه، بيتجنن عليهم، ولا الذكر من اللي جوه بيعرف يتعامل معاه. بيخبط فيهم تخبيط غباء، واللي مضحي في نفسه يلعب معاه قبل على بيكسر عظمهم، واخر اتنين بيجري عليهم ويوزع. بيخرج بره، الشرطه بتكون سابت الناس وماشيه، بيوقفوا بعض، وساندر بيفضل يعيط وسطهم. عم صلاح بيقول له ما تعيطش يا ابني، انت الوحيد اللي خايف علينا، احنا في ظهرك لحد ما توصل. بيشيل الست دي من على الارض، هو بيقول لهم اللي عملوه ده قله حيله، وعد مني اللي شافوه مني كانت بدايه بسيطه، واللي جاي هيكون جحيم عليهم. وفعلا يا صديقي، ومن بعدها كل يوم بيكون في محافظه شكل، بيجمع ناس ملهاش اول من اخر، ده غير كلامه على السوشيال ميديا بيفرق قوي معاه. بيعمل مكتب خاص بيه، وواحد من موظفينه بيخش عليه، هو بيقول له الشخص ده معاه معلومات تهمك يا فندم. بيقول له ازيك يا فندم، انا شغال في شركه نباغه، في واحد زميلي اسمه كومار كان شغال صحفي، كان معاه موقع اسمه سغتاي، جمع معلومات وادله تودي ماني في 60,000 داهيه، وبعدها اختفى محدش يعرف له طريق. مش هو وبس، هو وكل الاثباتات والادله والمعلومات اللي جمعها. ولكن امبارح اخت اتصلت بيا، رحت قلت احتمال محتاجه حاجه، ادتني الهارد ده عليه مصايب سودا، ومجرد ما شفت اللي فيه خدت الهارد وجيت لك على طول. هو ده الهارد، بياخدوا منه وبيوصلوا على الجهاز، بيلاقي كومار مجمع اثباتات ودلائل على الصحفيين اللي بيقتلهم ماني، والفلوس كلها اللي بينهبها من الشعب. بيقول لي رجالته احنا متقدمين على ماني بنسبه 70%، ولكن بعد الادله اللي تثبت كل جرايمه دي هنبقى متقدمين بنسبه 1,000,000%. ولكن انا مش هنشر اي حاجه دلوقتي، كل حاجه وليها وقت. تسلم يا معلم على المعلومات دي. ماني بيعرف اللي حصل، وبنته كومالا بترجع على الهان، اعوان ابوها بيستقبلوها استقبال من نار، وكومالا بتروح جري على بيت ابوها، بتقول لهم ايه اللي حصل. كومالا بيقول لها ما فيش حاجه يا بنتي، بتقول له ده مش وقت انكم تخبوا عليا فيه اي حاجه. بيقول لها بصراحه يا بنتي اللي اسمه ساندر ده معاه معلومات واثباتات على ابوكي، لو نشرها هنروح في 60,000 داهيه، هو لحد دلوقتي ما خرجش ولا قال اي حاجه. بتقول له طيب جهز لي مؤتمر صحفي علشان ابويا هيطلع يتكلم مع الصحافه والاعلام، وان كان ساندر شايف نفسه اليومين دول فانا شاربه الاجرام من وانا في بطن امي. وفعلا ابوها بيطلع قدام الصحافه والاعلام، وبيقول لهم الاستاذ المحترم ساندر طلب مني يجيني بيتي، خليت اخويا ادخله واستقبله احسن استقبال. شوفوا بعينيكوا عمل ايه في رجالتي، الباشا بلطجي جه يتهجم عليا وعلى رجالتي في بيتي، يوم ما جاني هنا كان مأجر بلطجيه وجه ضرب الشرطه ومشي. وشوفوا بقى كرمي، بوست على دماغه وايد الظابط علشان يسيبه في حاله، وفعلا مشيته هو والبلطجيه بتوعه. بقى انا معاكم بقالي 30 سنه، ودلوقتي كلكم رايحين لحته عيل صغير لسه ما حدش يعرف خيره من شره. انا مستعد اموت علشانكم. واما ساندر عارف العمار اللي بيني وبينكم جه علشان يخرب العمار ده. خدوا التقيله بقى، ساندر مرتشي واخد 6 مليار دولار علشان يعمل اللي بيعمله ده كله. الكل بينصدم، بيقول لهم مش مصدقين صح؟ بكره الساعه 9 بالليل هبعت لكم الاثباتات والدلائل مع بنتي كومالا. هو بيسيبهم ويمشي. اخوه بيقول له هو فعلا مرتشي؟ يقول له ما حصلش. يقول له امال هتجيب منين الاثباتات والادله دي؟ يقول له بنتي كومالا هي اللي قالت لي وهي اللي هتتصرف. وفعلا يا صديقي كومالا وهي ماشيه بتبص على الكاميرات اللي في الشارع دي، وعلى بالليل بتروح تاخد الشنطه دي في العربيه، وهم في الطريق بتقول لمالا بقول لك ايه يا عمي انت عملت حادثه قبل كده؟ بيقول لها لا يا بنتي. تكر لنا حاجه كويسه بقى. بتقول له طيب اربط حزام الامان. بيقول لها نعم. تقول له انجز. وفعلا بيربط الحزام، وهوب التريلا دي بتخش فيهم، العربيه بتتقلب، والسواق بينزل من التريلا بياخد الشنطه اللي في العربيه. مالا بيفوق في المستشفى بيلاقي كومالا جنبه بتتشنى، وفي واحد قدامها بيصورها. بيقول له انت بتعمل ايه يا جدع انت؟ روح عند الدكتور بسرعه. بيفصل التصوير، وكومالا بتتعدل وبتقول له ده يا عمي انا كويسه يلا بينا على البيت. بيقول لها استني بس يا بنتي انا ما بقتش فاهم اي حاجه، يعني بتاع التريلا ده خبطنا علشان يسرق مننا شنطه فاضيه اصلا؟ بتقول له الحادثه دي انا اللي مظبطاها، ومحدش يعرف ان الشنطه دي كانت فاضيه. ايه اللي هيتقال قدام الصحافه والاعلام؟ ان الشنطه دي كان فيها الادله والاثباتات اللي ابويا اتكلم عنها الصبح ضد ساندر. يقول لها يا بنت الشيطان
غلطانه. وفعلا صديقي الكاميرات اللي بنت الهرم عملت قدامها الحادثه جايبه السواق وهو بياخد الشنطه. المذيعه بتقول في عربيه خبطت بنت ماني والشخص اللي خبطها سرق منها الشنطه، وبتقول ان الشنطه دي كان فيها الادله ضد ساندر. في الوقت ده ساندر بيكون مع رجالته، واحده منهم بتقول له يا ريس الشعب كله بدا يتقلب ضدك وخسرنا حوالي 50% من الناس اللي كانت معانا. ما بيردش عليها لانه خلاص دماغه وقفت يا صديقي. اما بنت الهرم بتروح تدي الدواء لباباها، بيقول لها يا ليه يا بنتي عملت كده في نفسك؟ بتقول له مش مهم نفسي يابا، المهم ما حدش ياخد منا منصب رئيس الوزراء. منصب رئيس الوزراء هيفضل في بيتنا، مفهوم يابا؟ بيقول لها انا خلاص كنت استسلمت، ولكن اما انت رجعتي كل حاجه رجعت معاكي. بتقول له ما تشيلش اهم حاجه يابا، خد علاجك وارتاح. بياخد العلاج وبعد نص ساعه بيمسك قلبه وبيتوكل على الله يموت. تاني يوم اعوانه اللي بيكونوا زادوا بشكل مهول بيحضروا جنازته، بيحرقوه وبنته بتخرج للناس بره. الاعلامي ده بيقول بعد موت ماني ناس كتير قررت تنتخب بنته. اتقلبت الايه على ساندر بعد ما كان الشعب كله في صفه اتقلب ضده، ورجع لماني وبنته اللي هتكمل من بعده. واحد من رجاله ساندر بيقول له انت ايه اللي مسكتك يا ريس؟ ما تنشر ادله واثباتات الجرائم اللي عاملها ماني. بيقول له مش هينفع، محدش هيسمع لنا اصلا. بنت الهرم حرقت الكارت ده، وهوب بنت الهرم بتخش عليهم في المكتب، بتقول له عايزاك في كلمتين لوحدنا يا ساندر. بيقول لها احنا هنا كلنا واحد، كلمي قولي اللي انت عايزاه. بتقول له انت ما بتزهقش؟ طيب ما بتسمعش اخبار؟ طيب مش واخد بالك ان الشعب كله بقى في صفي؟ ده حتى ما فيش وجه مقارنه بيني وبينك، 98 ليا و2% ليه. نصيحه مني ليك ارجع على امريكا وما تستناش لبكره وتحضر الانتخابات. بيقول لها خلصتي؟ بتقول له لسه، ولو كملت لبكره بعد ما هكسب الانتخابات هخلص عليه. بيقول لها هتعرفي؟ بتقول له حتى لو ما عرفتش بكره بعد الانتخابات انت هتموت من الحسره. بيقول لها طيب استنى، تخيلي بقى ابوكي كان كسبان لحد اليوم اللي هيسمع فيه النتيجه، وخلاص هيسمع النتيجه ويكسب، وهوب طلعت له زي الشوكه في التوكه وخليت الانتخابات دي كلها تتعاد تاني. فتخيلي بقى لسه قدام 24 ساعه اعلمك فيهم ازاي تعملي ريمونتادا. يلا روحي المطبخ مستنيكي في البيت. بتسيبه وتمشي، وتاني يوم الصبح الانتخابات بتبدا. ساندر بيخش يعمل الاجراءات اللازمه، والصحافه والاعلام مش راحمينه. الموظف ده بيستلم الاوراق دي وهو بيروح يديها لمخرج البرنامج. المخرج بياخد فاصل وبيدي الخبر للمذيع. بتطلع تاني على الهواء وبتقول خبر طارئ، الصحفي كومار نزل تغريده على صفحته وبيقول الشنطه اللي فيها ادله ضد ساندر معاه. خد الشنطه دي وراح لكومالا في مكتبها وقال لها انه هينشر الادله دي على صفحته، ولكن هي قالت له لا ما ينفعش تنشرها الا بعد الانتخابات علشان اللي هينتخب ساندر ينتخبه. انا حابه تكون الانتخابات دي بشرف ونزاهه، مش عايزه الخبر ده ياثر على الناس. كومار قال لها تحت امرك، ولكن بعد الانتخابات انا اللي هنشر الادله دي على صفحتي. ساندر بيقول لرجالته ما تستغربوش، انا اللي عامل الصفحه دي باسم كومار ونشرت فيها البوست ده وبعت الخبر ده لقناه الاخبار بنفسي. نينا بتقول له انت بتلبس نفسك في حوار ده، بدل ما كنا كسبانين 2% الناس هتخلص علينا. بيقول لهم يا جدعان احنا قدامنا 6 ساعات علشان الانتخابات دي تخلص، كل دقيقه مهمه بالنسبه لنا، فاسمعوا كلامي ونفذوه بالحرف الواحد واتفرجوا على اللي هيحصل فيها. وفعلا يا صديقي الصحافه والاعلام بيروحوا لكومالا، والصحفي ده بيقول لها حاجه كبيره ونادره قوي انك ما ترضيش تفضحي منافسك في يوم الانتخابات. لو حد غيرك او هو نفسه ساندر كان هيستغل الفرصه علشان ما حدش يديكي صوته. هو الكلام ده فعلا حصل؟ بتقول له بالظبط، الصحفي كومار جاني النهارده في مكتبي الصبح وكان عايز ينشر الاثباتات اللي معاه النهارده، انا ما رضيتش، واما اصر انه ينشر المعلومات دي قلت له خلاص انشرها بكره، يلا بقى سلام عليكم، وبتسيبهم وتمشي. الشرطي ده بيروح لها وبيقول لها الصحفي كومار نشر المعلومات على صفحته وقال للشرطه على مكان الفلوس اللي ساندر قبضها علشان يبوظ البلد. بتنصدم، وفعلا يا صديقي الشرطه بتفتح الحاويات دي بتلاقي فيها فلوس ملهاش اول من اخر. الظابط بيقول للصحافه خلاص انا هاخد قوه وهقبض على ساندر. واحد من رجال ساندر بيقول له يا فندم كفايه، ايه اللي انت بتعمله فينا ده؟ الشرطه خلاص هتقبض عليه، لبست نفسك كل جرايم ماني اللي كان بيعملها. بيقول له يا غبي انت ما شفتش اخر بوست انا منزله؟ الشرطه زمانها بتخرج جثه كومار. وفعلا يا صديقي الشرطه بتحفر في مكان معين بيلاقوا جثه كومار الصحفي. الشرطي بيخرج الكارنيه من جيبه بيقول للظابط الحق يا فندم ده الصحفي كومار اللي بينزل على صفحته معلومات عن ساندر. بيقول له ازاي؟ الظاهر على جثته انه ميت بقاله 25 ولا 30 يوم. التاني بيقول له طب ازاي وكومالا بتقول انها كانت قاعده معاه النهارده الصبح؟ التالت بيقول لهم لا واكدت انها كانت معاه النهارده الصبح. وفعلا الصحافه والاعلام بيقلبوا عليها، هو بيجيبوها وهي بتقول انا متاكده اني قابلت الصحفي كومار النهارده الصبح. بتكون في منتهى الغضب، هو بتقول لعمها اللي انتخبونا قد ايه؟ يقول لها 45%، فاضل 60%. ما تقلقيش يا بنتي خلاص احنا هنكسب، غلبانين ما يعرفوش انهم قدام وحش مهين. بيفتح لايف من على صفحه كومار اللي كان بينزل عليها الاثباتات والادله على نفسه. بيقول لهم ايوه انا ساندر، انا اللي كنت بنزل البوستات على نفسي، لو قلت لكم الجرايم دي اللي عاملها ماني ما كانش حد فيكم هيثق فيا ويصدقني، فاضطريت انزل الادله دي باسم الصحفي اللي جمعها، ولكن مات من 15 يوم على ايد ماني. هنزل لكم باقي الاثباتات دلوقتي، ولكن انا عايز اعرفكم حاجه تانية خالص، مين هو اللي قتل ماني؟ ده اللي هنعرفه بعد 10 دقايق. وتخيلوا بقى من مين؟ من مرات ام كومالا. كومالا بتتجنن وبتقول اما انت فين اما؟ الشغاله بتقول لها خرجت بره يا ست الناس. بتغضب وبتروح جري على ساندر، بتنزل من العربيه بيقول لها ايه يا عمري الانتخابات لسه قدامها 6 ساعات علشان تخلص، ولحد دلوقتي انت كسبانه باكتساب، بس بعد ما امك تقول للصحافه والاعلام مين اللي
قتل ابوكي هتقعدي فعلا على الكرسي، بس كرسي حديد في السجن. بتقول له مش هتلحق تعمل حاجه وانا اللي هكسب على حساب اي حد. بنت الهرمه بتكون جايب جيش معاهم عربيات، هو بتخش في عربيه ساندا. الجحده عايزه تخلص على مامتها غلبانه، ما تعرفش ان اللي مأمن على امها دماغه تعبانه. بيركب العربيه وبياخدها تشحيط شمال في يمين، بيقلب العربيات كلها اللي جايباها، بيخلص على العربيات. نخش بقى على الجيش اللي جايباه، بينزل من العربيه يا ولده، واللي بيمسكوا بيعملوا الجلاشه معاه. بيمسك صاحبنا ده بينتشه ويرعشه. هو بيقول لهم انا دلوقتي في عفاريت بتتنطط قدامي، اللي خايف على نفسه يمشي حاله لان مش هرحم اي حد فيكم. كداب اصيل بيحذركم امشوا الله يخليكم. محدش بيمشي، انتوا اللي جبتوه لنفسيكم. هو كتف قانوني بيعجب فيكم، وسعوا انتوا الاتنين خليه يشوف اللي بعديكم. كمالة بتلاقي رجالتها بيتخلص عليهم واحد ورا التاني، فبتاخد بعضها وبتجري من المكان. اما سندر بيخلص على كتير منهم والباقيين بيهربوا زي الفيران. بيقول لهم افتحي لايف حالا. بتفتح لايف وبيقول لهم كمالي قولي اللي انت قلتيهولي كله. بتقول قدام الشعب كله انا مرات ماني رئيس الوزراء الحالي، ما كنتش عارفه الجرائم اللي كان بيعملها جوزي، عرفتها متاخر وبالاثباتات والصور اللي مع ساندا، وللاسف ما ماتش موته طبيعيه. كمالة بنتي وبنته هي اللي خلصت عليه، حاولت امنعها ولكن ما عرفتش، ما اعرفش الجحدان ده جالها ازاي ومنين. بدلت دواء لابوها واديت له سم بداله، لو هي اللي كسبت هتخلص عليكم كلكم. ساندر بيظهر وبيقول لهم انا عايز الكل يشير الباس، واللي يعرف حد ما شافش الباس يعرفه كل اللي هعرفه لكم دلوقتي. اللي انتخبوا كمالة اكتر من 53%، يعني لو كل اللي رايحين انتخبوني المكسب هيكون ليها مش ليا. في ناس كتير ما بتنزلش الانتخابات اصلا، انا عايز اللي ما بينزلش كله ينزل. حيوانه زي دي ما ينفعش تكسب. فاضل 3 ساعات والانتخابات تخلص، مش عايزهم يقفلوا المدارس، عايز الكل ينزل وينتخب الشخص اللي هو عايزه. انا مش بطلب منكم، انا بحذركم. واحده زي كمالة لو مسكت منصب رئيس وزراء البلد دي هترجع 50 سنه لورا، وهتفضلوا زي ما انتوا في الفقر اللي انتوا عايشين فيه براحتكم. وبيقفل الباس، الناس بتحس، واللي ما بينزلش اصلا الانتخابات بينزل. كل واحد بينتخب اللي هو عايزه، وبعد الانتخابات الشرطه بتقبض على كمالة. واخيرا بيجي اليوم اللي المرشحين فيها هيسمعوا فيه النتيجه، والمعلن بيقول طبعا كلنا عارفين مين اللي كسب باكتساح. اللي كسب هو ساندا. ساندر بيقول لهم معلش لحظه بس، انا ما عملتش كل ده علشان المنصب، انا مش همسك المنصب ده اصلا، انا عملت ده كله علشان اللي يقعد على الكرسي يكون عارف انه هيقعد علشان خدمه الشعب ويطلع البلد دي من الفقر اللي هي فيه. وافضل واحد من وجهه نظري هو ساركونا، انا برشحه، واللي عنده اي اعتراض يقول. الكل بيسقف له، وساندر بيقول لهم دي كانت مهمتي في الهند، اتمنى اكون كفيت ووفيت. سلام. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى اكون انا كمان صديقي كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت، واكتب لي كومنت من قلبك يفرحني يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بكل جديد. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.